أشهد أن محمدا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يوم تدخل قبرك وتجسد لك أعمالك، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ثياب بيض، وجه أبيض، ريحة طيبة، معك إلى يوم القيامة. أو العكس ستسأل، أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة، ستسأل حتى يسأل عن أربع: عن عمره، ستسأل فيما أفناه، ستسأل وعن شبابه، ستسأل فيما أبلاه، ستسأل وعن ماله، ستسأل من أين اكتسبه، ستسأل وفيما أنفقه، ستسأل وعن علمه، ستسأل ماذا عمل فيه. هنحشر على أرض تانية، أرض جديدة ما فيهاش لا جبل ولا شمس ولا قمر ولا حاجة ولا نجوم ولا كواكب، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. انتبه، أنا عايزك تتنقل معايا للآخرة. يبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ العرض بالتطاير الصحف. انتبه، يا الله يا الله يا الله. المصير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض أي على الله. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا رب سلم. إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما قال رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تقدر على نار شمعة؟ والله ما تقدر. طب جرب كده. طب ولع شمعة وحط صبعك عليها كده لمدة نص دقيقة لمدة دقيقة، والله ما تقدر. شمعة. هل تصورت نار حريق مروع مدمر؟ هل تخيلت نار بئر من آبار البترول إن اشتعل بئر من آبار البترول بالنار؟ شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يخلع القلب بالفعل. المصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. كل شيء مدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء موجود. عبدي، يقول الله لك: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فقول المؤمن: رب أعرف، أنا عارف يا رب، اسمع
اسمع، فيقول الله جل وعلا للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله. وسط الرعب ده مجموعة كده تتقدم بينادي عليها الملك عشان يستظلوا بظل شجرة، بظل عرش الملك، يبقى تحت العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ويستظل بظل عرش الملك جل جلال ربي مجموعة من الخلق. مين دول؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 7 دي رواية. يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مين دول؟ إمام عادل، حاكم عادل. شوف مكانة الحاكم العادل فين؟ الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك. إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. الله. أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن. أبشر، والله العظيم بشرة. لو حبست نفسك حتى تلقى الله والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرى أي شيء. حبيبنا المصطفى يصف الجنة. طب هو النبي شافها؟ ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين ودخلها ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. رآها وهو في الدنيا ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز ياخد حاجة وبعدين رجع تكعكع، يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي. بعد ما خلص النبي يقولوا له: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب: رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها. الله أكبر. ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. اوصف لنا الجنة يا رسول الله. قال ايه؟ خلي بالك. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انت عارف اللبنة يعني ايه؟ الطوبة اللي بتبني بيها. بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا أخي، بالله عليك عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة. المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين. مستحيل. طب تبقى اسمنت؟ والله مستحيل. امال تبقى ايه؟ تبقى مسك. مسك. الله. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها. الميلاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو وجميل ازاي. احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي: وميلاطها المسك. المونة بين الطوبتين مسك. يا خبر ابيض. طيب امال الطوب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده، الحصى في الارض يبقى ايه؟ وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. طب والتراب؟ مسك. والحشيش؟ الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس. فيه نعيم ما فيش بؤس.